وزي ما انت شايف كده يا اخوك، النسخة بتعمل قطع نت برسالة وقطع نت بصورة وبصوت وبفيديو وكمان بستيكر. كمان النسخة فيها ميزة الفيك فويس، بتفيك الفويسات كلها تبعتها بالدقايق بالساعات بالثواني بأرقام كده هيروغليفية شكلها غريب جدا، ولكن المهم ان انت بتقدر تعمل فيك فويس او تعمل فويس متفبرك. كمان معاك هنا ادمن فيك، اخفاء علامة المنشن من الجروبات، الاوتو في الشات، ازالة الادمن كلها اللي في الجروب بضغطة واحدة، ايقاف تنزيل اي ملفات عشان تحمي من على الجهاز بتاعك الضرر. كمان معاك تذكر في الايفون، وانك تبعت الرسائل بسرعة جدا، وانك توثق رقمك وتعرف مين رفعك او نزلك من الادمن، وكمان تعمل تحديث للويب. النسخة كمان فيها كل زراير التهنيج اللي هتفيدك، هتخلي النسخة معاك خفيفة جدا. ومش بس كده يا حبيب قلب اخوك، لو حابب تتابع وتشوف باقي مميزات النسخة تابع معايا الفيديو، ولكن بعد الانترو. بلد وحياة المصحف الشريف، البلد دي ماشية ببركة ربنا، مش حد تاني خالص. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة الفيديو النهاردة هو عن نسخة تيم دبليو اي فيرجن 12، الاصدار رقم 12 من نسخ تيم دبليو اي. النسخة يا حبيب قلبي بمميزات جمدان، حرفيا مش هتلاقي نسخة بالشكل ده ولا بالمميزات ولا الاضافات اللي هعرضها عليك النهاردة. وزي ما انت شفت اول المقدمة بتاعت الفيديو دي حاجة، واللي انت هتشوفه في الفيديو بتاع النهاردة ده حاجة تانية حرفيا، او بداية الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه حاجة تانية حرفيا. تمام. قبل بس بداية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واهم حاجة انك تشير الفيديو على قد ما تقدر لكل الناس اللي بتخص المجال بتاعنا بتاع نسخ الواتساب او التعديل عموما. تمام. وبرضو يا قلب اخوك لازم تعرف ان النسخة باسورد، وانك لازم تشوف الفيديو بتركيز، هتلاقي الباسورد طلع عندك على الشاشة. اهم حاجة انك تشوف الفيديو بتركيز جدا، لان انا بطلع الباسورد على الشاشة مرة واحدة بس وبيختفي تماما. ولكن لو مش عارف انك توصل للباسورد، كل اللينكات بتاعت التواصل بتاعتي هتلاقيها تحت في الوصف او في الديسكريبشن، تقدر تتواصل معايا وهرد عليك في اقل من ثانية باذن الله. طبعا زي ما انت شايف النسخة هتلاقيها تحت برابط مباشر ميديا فاير، بدون اي اختصار روابط بدون اي حاجة، الدنيا هتبقى بسيطة جدا. ويلا بينا يا قلب اخوك في بداية الشرح على طول. النسخة بتفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. دي واجهة النسخة زي ما انت شايف، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. الشكل طبعا بما اننا في رمضان وكل سنة وانتم طيبين، فالنسخة رمضانية 100%. تمام. من شكل بقى، من اسطر خارجية، من كل حاجة. وخد بالك، خد لي بالك ان النسخة ده شكلها الاساسي، حرفيا ده شكلها الاساسي. ده مش سطر ولا اي حاجة، ده انت اول ما تثبت النسخة هتلاقيها بنفس الشكل كده. النسخة بحجم 65 ميجا بايت، النسخة حجمها خفيف جدا جدا جدا، وان شاء الله تشتغل على كل الاجهزة. تمام. فطبعا زي ما انت شايف ده شكل النسخة العادي جدا. وده طبعا ملف السرعة بتاعنا اللي احنا بنضيفه في كل الاصدارات علشان نعمل التست الكامل. ملف السرعة ده عندي على القناة. تمام. هتلاقيه في الفيديو لوحده كده اهوت جايب 17000 مشاهدة. طبعا اهم حاجة انك تشترك زي ما انت عارف. تمام. ف موضوع بقى جهة التهنيج او غيره، فالنسخة حرفيا ما بتهنكش من اي حاجة تماما. انسى موضوع التهنيج ده حرفيا مع النسخة. تمام. وطبعا عايزين نخش نخطف كده شكل الشات، نشوف الشات شكله عامل ازاي من جوه. طب الايموجي بتاع الايفون اي او اس 15 موجود، ما تقلقش من اي حاجه. تمام. ده شكل الشات يا حبيب اخوك، يعني الشكل حرفيا عظمه جدا، رايق جدا. وده شكل المسج وزي ما انت شايف الريبلاي وكل حاجه. النسخه جمدان من اولها لاخرها. النسخه حرفيا مش هتلاقي بالمميزات ولا بالاضافات اخر اصدار. النسخه مش تطلب منك تحديث تماما، وهوريكم ان شاء الله الاصدار في نص الفيديو علشان الناس تبقى عارفه الاصدار رقم كام برضه. تمام. اهم حاجه ان انتوا تعرفوا ان النسخه ديت جنب المتجر. تمام. نخش بقى على الايموجي زي ما انت شايف، القلب الناري وغيره وغيره وغيره. بص كل ده الايموجي بتاع الايفون الاي او اس 15 الجديد. تمام. للناس محبين ايموجي الايفون. كمان عندك هنا الستيت، تقدر انك تغير الوان براحتك، وانك كمان بتغير في الفونت بتاع رمضان مثلا او اي حاجة. يعني بص الفونتات كلها تقدر تكتب فيها زي ما انت عايز، الفونت بتاع الايفون وكده. فل فل. النسخة طبعا زي ما انت شايف كلها معربة باللغة العربية، سهلة جدا، لغة سهلة وبسيطة، علشان لو انت مالكش في الانجليش قوي في النسخ وكلام من ده، الدنيا قدامك بسيطة هيت والدنيا زي الفل. لو ضغطت على الثلاث نقط من هنا، الحاجات برضو بسيطة جدا اللي هنا.
عندك من هنا الاضافات بتاعت التيم، انك هتخش على المودات بقى والاضافات، وعندك هنا جدولة الرسائل، رد تلقائي، انك تراستر النسخة تعملها اعادة تشغيل، رسالة رقم مش متسجل، رسالة جماعية لكل الجروبات اللي عندك، والروم جديد اللي هو الجروب الجديد، يعني انك تعمل جروب جديد، بي سي جديد اللي هو الرسالة الجماعية لكل الارقام اللي عندك، واتساب ويب انك تفتح النسخة بتاعتك على الكمبيوتر، والهابي مسج اللي هي الرسائل المميزة بنجمة، والسيتنج اللي هي الاعدادات العادية جدا. تمام تمام. فلو ضغطنا اول حاجه كده على اضافات التيم من فوق يا قلب اخوك، هتلاقي نفسك رحت للمود، الشكل المبسط، الشكل السيمبل البسيط ده. طبعا هنا قنوات التيم تشترك فيها يا قلب اخوك وتفعل زر الجرس، علشان كلنا بنقدم محتوى واحد، التيم كله بيقدم محتوى واحد ولكن نسخ مختلفة، وان شاء الله هتكون يعني مستمتع باكبر قدر ممكن من النسخ اللي هتتعرض عليك، نسخ حرفيا ملهاش بديل في المجال. تمام. فزي ما انت شايف طبعا الواجهه قدامك بتاعه المود معربه بسيطه جدا، عربي وانجليش، الناس اللي بتحب الانجليش موجود، الناس اللي بتحب العربي برضو موجود. الخصوصيه، السمات، الواجهه، المحادثه، الاعدادات اللي هي بتاعه النسخ الاحتياطي والاستعاده وكلام من ده، والويدجت والتحديثات والاباوت اللي هو انت بتقدر تعرف منه الاصدار وكلام من ده. فزي ما انت شايف لو ضغطت على الاباوت هنا ودوست على شكرا ليه، هيطلع لك الاصدار، لا الاصدار مش هنا. تمام. اهو سجل التغييرات، اهو الاصدار يا قلب اخوك موجود، اصدار 2.23.1.76، وده اخر اصدار، ومش هتلاقي حد في المجال معدل عليه. بس عشان تكون عارف ان النسخه دي لو اتسرقت او اتاخدت، لازم تعرف ان السبب الاساسي اللي بينزل لكم نسخ اخر اصدار هو تيم دبليو اي عموما. تمام زي الفل. كده يا باشا احنا شفنا الواجهه، المود بتاع النسخه. هنشوف بقى السيتنج اللي هو واخد نفس الفكره بتاعته. تضغط على الثلاث نقط، تروح على بعد الثلاث نقط تروح على السيتنج، هتلاقي نفس الفكره برضو، هتلاقي قدامك زي ما انت شايف السيتنج نفس فكره المود. هتلاقي هنا عندك الحساب، هنا عندك الخصوصيه، المحادثه، الاشعارات. الناس اللي هتقولي طب يا مايو احنا عايزين نروح للبروفايل بتاعنا هنعمل ايه، علشان مثلا عايزين نعدل معلومات البروفايل، نحط صوره تانية، وصف او باي او حاجه، اي حاجه زي كده، يا باشا هتضغط على الصوره دي، الصوره اللي هو الراجل اللي عليها القلب الاحمر ده. تمام. تضغط عليه هتلاقي نفسك في البروفايل بتاعك تعدل زي ما انت عايز. زي الفل زي الفل، عشان ما الاقيش ناس كتير جايه تسال عندي في الفيديو يا ما ايه اللي حصل والكلام ده كله. تمام تمام. طبعا 3 نقط برضو لو ضغطنا عليها كده ورحنا على الاباوت ثم معلومات التطبيق، ده طبعا كل من اشتركوا في تيم دبليو اي، مايو، ماضو، ومحمد. وعندك هنا برضو قناه ماضو تيلي، وقناتي انا كمان تيلي، للناس اللي حابه ان هي تشارك في التليجرام. تمام. كمان هتلاقي النسخه يا قلب اخوك موجوده في قناه التليجرام عن طريق ملف بدون باسورد بدون اي حاجه. تابع التليجرام والدنيا هتبقى معاك زي الفل. تمام تمام. نروح بقى للشرح بتاعنا وللتقيل كله. لو ضغطت هنا على اضافات التيم، ومن بعدها على الواجهه او الهوم، ومن بعدها على اضافات التيم، ظهرت لك خلاص اهو بالشكل العظمه ده. انت كده بقيت في التقسيمه يا قلب اخوك اللي فيها كل الخلاصه بتاعت نسخه النهارده، نسخه اخر اصدار بالمميزات ديت، بالاضافات اللي انا بعرضها عليك دلوقتي. زراير بقى بتاعت التهنيج، اسطر ستوري، الوان شات، الاذكار، سبحه الكترونيه، زراير تانية مهمه جدا، قران كريم، قران كريم 2، يعني ده قران كريم بالصور مفصل، وده قران كريم بالاجزاء مفصل. تمام. عندك بقى ادعيه رمضانيه زي ما انت شايف كده، كل الادعيه اللي حرفيا انت هتحتاجها. كمان عندك هنا حركه شتات، وكمان تساقط تلج، وكل حاجه عايز اقول لك ان هي شغاله حرفيا، وحركه 3D، وكمان تفكيك ريكورد، كل حاجه شغاله. وبص يعني كل حاجه مظبوطه. عندك الوان شات، عندك 15 لون شات، ال 15 لون شغالين، ومن احسن 15 لون موجودين في المجال. مرضناش نخليهم لك 50 لون، مرضناش نخليهم لك 60 لون، علشان الوان ملهاش لازمه، الوان كلها هتلاقيها احاديه ملهاش لازمه، لكن حرفيا الالوان اللي هنا الوان مركبه وشكلها عظمه. وكده كده شكل المسج، يعني الشكل الاساسي للنسخه انت مش محتاج انك تغيره، النسخه اصلا رايقه قوي على الشكل ده. تمام تمام. عندك هنا طبعا الاذكار، كل حاجه تخص رمضان وخارج رمضان، نسخه معاك اسلاميه ونسخه معاك في نفس الوقت جامده جدا جدا للتعامل او الشغل الشخصي. تمام. عندك طبعا كمان هنا الاسطر، ستايل الشاشه الرئيسيه، معاك 15 سطر كونفرزيشن، 15 سطر رمضاني، غير الشكل الاساسي اللي انا وريته لك حاليا. تمام تمام. فاحنا كده اخوك عرضنا عليك النسخه كلها بكل حاجه، بالمميزات بتاعتها، بالاضافات اللي فيها، بكل حاجه حرفيا. ما سيبنالكش حاجه الا لما شرحناها وفصصناها سوا. من جهه التهنيج زي ما انت عارف نسخ تيم دبليو اي كلها ما بتهنكش من اي فيروس. كمان زي ما انت عارف النسخه
فيها زراير للتهنيج لوحدها كده اهوت، علشان النسخه ما تتهزش منك. لو رحنا على الواجهه ونفس الفكره، ضغطنا هنا على الزراير زي ما انت شايف، كل الزراير ديت علشان تحميك تماما من اي حد يحفل عليك باي حاجه او كلام من ده. تمام. فزي ما انت شايف كده اخوك هتفعل بقى الزراير اللي انت محتاجها في وقت التحفيل، او في وقت ما حد بيحفل عليك او حد غتت بيرمي عليك حاجه. فانت كده زي الفل، هتلاقي نفسك محمي. غير ان النسخه اصلا مفكوكه تهنيج يدوي، فالنسخه ان شاء الله مش هتهنج معاك تماما. وللناس اللي هي بتاعت الشير والنمبر والكلام ده كله، فزي الفل النسخه معاك زي الفل، مش هتهنج منك ضغط مسجات، مش هتهنج منك ضغط رسائل ولا اي حاجه. تمام. وبكده يا قلب اخوك احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. قدم لكم الفيديو مايو السفاح، والسلام عليكم.